إيفان المزارع الطيب بيساعده حصان سحري، فبيلاقي نفسه في قصر الملك وكمان خاطب أميرة التلج. لكن وسط المكائد اللي بيعملها له الملك، يا ترى هيقدر يفضل في مكانه ولا هيرجع تاني المزرعة الفقيرة؟ بيبدأ الفيلم بظهور حصان خارق بيطير بالليل وبينزل على مزرعة ياكل اللي فيها، وتاني يوم بيشوف صاحب المزرعة اللي حصل، فبيطلع على برج المراقبة وبيرن الجرس علشان يجمع أولاده. وبيصحى إيفان على صوت الجرس وبيوصل وبيلاقي باباه، وهنا بيقرر ان في حد فيهم يسهر طول الليل علشان يراقب المحصول، ولازم يصطاد الحيوان اللي عمل كده. وطبعا بيقرر اخواته الكبار ان ايفان هو اللي يسهر بالليل، وفعلا بيقعد ايفان بالليل وبيجهز مصيدة، وفجأة بيسمع صوت حصان وبيلاقي قدامه حصان خارق وكبير جدا، فبيطلع فوق برج المراقبة وبيلف الحبل على رقبة الحصان، وبيمشي الحصان وإيفان ماسك الحبل، لكن بيتفاجئ بقوة الحصان اللي بيطلع يجري ويسحبه معاه، وبيطير الحصان الخارق في الهوا وراه، لكن للأسف الحصان بيقع في البحيرة ومش بيقدر يطلع منها. وهنا بيقرر إيفان إنه يساعد الحصان، لكن مش بيقدر لأن الحصان تقيل جدا، فبتجيله فكرة وهي إنه يربط الحبل في الساقية ويلفها لغاية ما يطلعه. وبيقعد قدام إيفان وهو مربوط بالحبل وبتنزل من عينه دمعة، فبيقرر إيفان إنه يفكه ويسيبه يمشي، وبيرجع إيفان ينام. وتاني يوم بيصحى على صوت حصانين، وبيفتكر إيفان إن ده مقلب من حد، فبيمسك الشوكة علشان يدافع بيها عن نفسه، لكن بيتفاجئ ان اللي جايب الحصانين دول حمار صغير جدا اسمه بوب، وبيطلع يتكلم وبيقولوا انهم هدية من الحصان اللي انقذه بالليل، وانه كمان هيفضل معاه يخدمه ويساعده. ومش بيصدق ايفان نفسه ان بقى عنده حصانين زي دول، وبيقول لبوب انه هيبيع الحصانين دول علشان يبقى معاه فلوس كتير، وفعلا بياخدهم وبيروح بيهم على السوق. وهنا بيقول لبوب ان في تاجر ممكن يشتريهم منه بسعر كويس، لكن إيفان بيقف ويبص على قصر الملك وبيتمنى لو الملك يشتريهم منه علشان ياخد منه فلوس كتير. وبنشوف الملك وهو بيصطاد دبانة والوزير بيسقف له علشان عمل إنجاز كبير، وبيطلع الملك يبص على السوق، وهنا بيشوف الحصانين وجمالهم، وبيكون إيفان عامل مزاد عليهم علشان يبيعهم بأعلى سعر. وبينزل الملك وبيسأل إيفان على الحصانين، فبيقعد يقوله على أصلهم وموهبتهم، وهنا بيقول الملك انه هياخدهم، وبيفتكر ايفان ان الملك اشتراهم منه، لكن للاسف بيتفاجئ ان الملك بياخدهم وبيمشي. وهنا بينادي عليه ايفان وبيطلب الثمن، لكن الملك بيقوله انه شكله سارقهم ومش بتوعه اصلا. وبيقف ايفان مش عارف يعمل ايه، وبيقول له بوب انه يقدر يرجعهم تاني، وفعلا مجرد ما يصفر بوب بيرجع الحصانين على طول، وبيقول الملك للحراس يجروا وراهم، لكن بيقع الحراس على الارض وبيطير الملك وبيقع في الدقيق، وبيقف ايفان يضحك عليه. وهنا بيقول الوزير يتخلص منه، لكن الوزير بيقول ان الناس كلها موجودة، فبيقرر الملك انه يشتري منه الحصانين، وبيفهمه انه هيشغله عنده وبعد كده يقدر يتخلص منه بهدوء. وبيصدق ايفان وبيروح ورا الملك ومعاه بوب، وبيشوف الملك ايفان وهو بيصاحب عمال القصر وقد ايه بقى محبوب من الناس كلها، وبيقول للوزير انه لازم يشوف حل علشان يخلصوا منه. وهنا بيقول الوزير انه يطلب منه انه يصطاد طائر النار، ولو ما عرفش هيتعدم، وطبعا بيكونوا متاكدين انه مش هيقدر يصطاده. وبنشوف ايفان في الاسطبل بيلم حاجته وبيساله بوب رايح فين، فبيقوله ان الملك طلب منه انه يصطاد طائر النار، لكن بوب بيقوله ان مفيش حد يقدر يصطاده وان ده مقلب من الملك، لكن ايفان مش ممكن يقدر يرفض، فبيروح على مكان الطائر. واول ما يقربوا من المكان بيشوف ايفان شجره كبيره وبيكون عليها حيوانات كتيره نايمه، وبيلاقي نبات على الارض، وقبل ما ياكل منه بيقول لبوب ان ده بينيم اللي بياكله. وهنا بتيجي الفكره لايفان وبيقوله انه لو قدر ياكل الطائر منه هينام ويصطادوا بسهوله، وفعلا بيجمعوا كميه كبيره وبيروحوا يوزعوها عند مكان الطائر وبيقعدوا يستنوه. وفجاه بيشوف ايفان نور كبير على الارض وبيطلع طائر النار وصل وبينزل ياكل النبات، لكن مش بينام على طول لانه قوي جدا وبيحتاج عدد كبير جدا من النبات. وبيقف ايفان ماسك واحده في ايده، وبيلاقي الطائر بنفسه بياخد واحده من ايده، وبيخاف ايفان وبيطلع يجري هو وبوب، وبيجري وراهم الطائر وبيستخبى بوب في الرمله، وبيشوف الطائر وهو ماشي تحت الرمله فبيدخل وراه، لكن قبل ما ياكله بيوصل ايفان وبياخد بوب وبيجري، فبيجري الطائر وراه وبيولع كل المكان، وبيقف ايفان قدامه وبيشاور له الطير وبيطلع عايز منه نبات، وبياخده بعد كده وبياكله وبينام. وبيقدر ايفان انه يربطه وهو نايم، وبيصحى طائر النار وبيقعد زعلان، وهنا بيصعب الطير على ايفان فبيفكه، وبيقف الطير وبيطير بعيد، لكن بيحدف لايفان ريشه مولعه وبيقول لايفان انه يرجع بيها للملك وهتكون دليل انه مسك الطائر. وفي نفس الوقت بيكون الملك متأكد انه مش هيجيب الطائر ومجهز المقصلة علشان يعدمه، لكن ايفان بيطلع الريشة وبيوريها له وبيقوله انها من طائر النار، لكن الملك بيضحك وبيقول عليه كذاب. وهنا بيمسك ايفان الريشة علشان الطائر يوصل، لكن الحراس بياخدوه علشان يقطعوا رقبته، وقبل ما يعدموه بيصفر بوب فبيوصل طائر النار، وبيصدق اهل البلد ايفان فبيضطر الملك انه يسيبه، وكمان بيرقيه وبيقف ايفان يرقص والشعب كله مبسوط.
هو بيفكر تاني الملك في خطة جديدة علشان يتخلص منه، فبيقول الوزير انه يبعته يخطب له أميرة التلج. وطبعا هم عارفين ان مفيش حد بيعرف يدخل القصر عندها لان عليه بوابة كبيرة من التلج. لكن ايفان الشجاع بياخد بابه وبيروح على القصر، وفعلا بيلاقي باب كبير مليان تلج هو مش بيعرف يدخله. وهنا بتروح ريشة طائر النار على التلج وتدوبه، فبيتحول مية كتيرة وبتاخد معاه بابه وبتنزل. وبيدور ايفان على بوب مش بيلاقيه، وبيطلع يقع مع كرة التلج. وبيدخل ايفان على القصر، وهنا بيشوف أميرات كتير كلهم نايمين وبيكون ليهم نفس الشكل، ومش بيعرف إيفان مين فيهم الأميرة الحقيقية ومين التلج. لكن الريشة بتساعده تاني وبتروح عند الأميرة اللي بتضطر إنها تقوم تكلم إيفان بعد ما عرفها، وبتعرف إن إيفان مش أمير ولا حاجة وإنه جاي يخطبها للملك العجوز. فبتقوله يستنى هنا شوية، وبتروح على سور القصر علشان ترمي نفسها منه. وبيجري وراها إيفان وبيسألها بتعمل إيه، فبتقوله إنها لازم تنتحر علشان الإهانة اللي اتعرضت لها دي. وبتروح رامية نفسها من فوق، وبيلاقي إيفان نفسه نطت وراها. لكن الأميرة بتكون لابسة باراشوت مع الفستان، وبيقع إيفان عليها وبيتزحلق من على الفستان، فبتطير ورا الأميرة وبتمسكه. لكن إيفان بيقطع جزء من الفستان، فبيطير الباراشوت بعيد، وبيقعوا هما الاتنين، وبيلحقهم بوب وبيشيل إيفان على ظهره. وبيكون هو ماسك الأميرة وبينزلوا الاتنين عايشين، وبيروح بيهم على الغابة. وبيولع إيفان نار علشان يدفي الأميرة، وكمان بيغطيها بهدومه. وبيناديه وبيتكلم معاه وبيقول إنه شايفه معجب بيها. وبتكون الأميرة سامعاه وبيتكلم عليها، لكن بتعمل نفسها نايمة. وتاني يوم بيوصل إيفان المملكة ومعاه الأميرة، وبيحتفل الشعب بإيفان وذكائه. وبيكون الملك بيراقب اللي بيحصل، وطبعا بيضطر يرقيه تاني. لكن إيفان المرة دي مش بيكون سعيد، وده طبعا لأنه بيحب الأميرة ومش عايزة تتجوز الملك. وبيقعد يبص على شباك الأميرة وهو زعلان، وبتكون هي كمان صاحية وبتفكر فيه. وبيروح على الشباك يناديها علشان يكلمها، وبتفتح الأميرة الشباك وبتلاقيه جايب لها ورد. وفي اللحظة دي بيوصل مسؤول الملابس، فبتزق الأميرة إيفان توقعه. وبنشوف الفساتين والمجوهرات اللي الملك باعتها، لكن مفيش حاجة بتعجبها، وبتاخد هدوم الحارس. وبتروح على القاعة الملكية اللي بيكون فيها الملك مع موظفين القصر، وبتبدأ تدور فيه مع الملك. وبتقف قدام واحد واحد تقوله ان الملك، الا الملك نفسه الوحيد اللي مش بتقرب منه. وبيتغاظ الملك جدا وبيعرفها بنفسه، وبيوريها صورته على السلاسل والفلوس علشان تصدق. وهنا بيقعد ايفان زعلان وبيتجنن علشان الاميره هتتجوز الملك العجوز. لكن الاميره بتكون ذكيه جدا، وبتقدر تقول شرط وهي عارفه ان الملك مش هيقدر ينفذه. وبتطلب منه يجيب لها خاتم العيله بتاعتها اللي وقع من جدتها في المحيط. وطبعا بيقول لها الملك ازاي هيوصل له. وهنا بيدخل إيفان وبيقوله إن هو اللي هيجيبه، وبيرجع ينام. وفي نفس الوقت بيسهر بوب، وبيسأل الطاحونة والسحاب وكل حاجة عن مكان الخاتم وقع فين، وبيعرف كمان مكان الحوت فين. وتاني يوم بياخد بابا على المكان اللي فيه الحوت، وبيشوفه هو مربوط بسلاسل وبيعيط. وبيسأله مين اللي ربطه كده، وبيقوله إنه بلع مراكب كتيرة، وعلشان اللي عمله ده البحارة ربطوه. وبيقوله انه بطل يعمل كده تاني. وبيعطس ايفان، وهنا بتجيله فكره ازاي يطلع السفن من جوه الحوت. وبيدخل ايفان مع بوب جوه الحوت، وبيفضل يطير لغايه ما يخليه يعطس، وبيطلع الحوت السفن كلها، وبيتفك وبيرجع يعوم تاني. لكن ايفان بيقعد زعلان علشان ما قدرش ياخد الخاتم. وفجاه بيلاقي الحوت بعت له الخاتم في كابوريايه، وبيرجع ايفان وهو فرحان علشان قدر يرجع الاميره الخاتم بتاع جدتها. لكن الوزير بيشوفه وبياخد الحراس علشان يقبضوا عليه. وبيدخل ايفان الاوضه يدور على الاميره وبيديها الخاتم. وهنا بيوصل الوزير وبيكسر الباب، وبيدخل الوزير والحراس وبيقبضوا على ايفان. وتاني يوم بياخدوا منه كل حاجته وبيحكموا عليه بالاعدام. وبتروح الأميرة عند بوب وبتقوله إن عندها فكرة تخلص بيها إيفان، وبتشرح له الخطة وبتقوله إنها هتطلب إن الأمير يرجع صغير علشان تتجوزه، وإن الطريقة الوحيدة إن ينزل في 3 قدور ورا بعض. لكن الملك بيخاف، فبيقول الوزير يجرب الأول في إيفان. وبتقول الأميرة لبوب إنها تقدر تنقذ إيفان من أول قدرين، لكن التالت لازم يكون في زهرة نادرة جدا. وبتطلب من بوب انه يروح يجيب الزهرة دي. وتاني يوم الناس بتتجمع علشان تعرف هيحصل ايه مع ايفان. وبتوصل الاميرة، وفي نفس الوقت بيكون بوب بيجري علشان يلحق يجيب الزهرة. وبياخدوا ايفان وبيطلع على اول قدر اللي بيكون مليان مية سخنة، وبيزقوا الملك بسرعة في القدر. وبترمي الاميرة وراه الخاتم بتاعها، فبيطير ايفان وبينزل في القدر التاني، وبيكون في مية متلجة. وهنا بيرمي الطائر الريشة بتاعته فبتسخن المية، وبيطير ايفان على القدر التالت. وفي نفس الوقت بيحاول بوب انه يقنع الزهرة انه يقطعها، لكن الزهرة بتقوله إنه لو قطفها هيموت. فهنا بوب بيوافق، وبتعيط الأميرة وبتفتكر إن إيفان مات. وبيوصل بوب وبيحدف الزهرة جوه القدر، وبيطلع إيفان من القدر وهو لابس لبس أمير. وبيشوف الملك إيفان، فبيفتكر إنه يقدر يصغر الناس بجد، وبينط في المية. لكن بيطلع جوه فقاعة كبيرة ومش بيعرف يخرج منها، وبتشير بعيد عن المدينة. وفي النهاية بيقرر الشعب إن إيفان يبقى الملك بتاعهم ويتجوز الأميرة.
وبيكون بوب نايم على الأرض مستسلم للموت، لكن بيلاقي إيفان والأميرة بيدوروا عليه، فبيقول لهم على الاتفاق اللي عمله مع زارا وإنه هيموت دلوقتي، وبيقعد إيفان يحضن فيه وبيعيط. وهنا بتضحك الأميرة وبتقول إن ده كان اختبار بتاع الزهرة، لكن مفيش حد هيموت ولا حاجة. وبيحتفل الشعب بأميره الجديد، وبكده يكون فيلمنا خلص. أشوفكم في فيلم جديد.